السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكل أسف وألم تقدمت باستقالة من منصبي كمساعد المدرب بنادي الرجاء البيضاوي. الحمد لله، عملت بالنادي لمدة 2 سنين كانت حافلة بالإنجازات، وتكللت بالنجاح والفوز ب3 ألقاب رفقة منظومة الرجاء البيضاوي: كأس الكاف، سوبر كوب، وأخيرا درع البطولة. هذه البطولة الغالية في ظل الظروف التي عاشها العالم بأكمله، وعاشها الرجاء البيضاوي خاصة. لكن هذه السنة كانت صعبة لما عانيته وعشته بسبب فقدان الوالدين، خصوصا الصدمة الأخيرة لوفاة الوالدة رحمها الله. لكن بفضل الله عز وجل ثم مجهود الكبير للمنظومة، جمهور وإدارة وطاقم تقني ولاعبين، رجعت لإتمام المهام بالرغم أنها كانت صعبة وشبه مستحيلة، لأن الكل يعلم أن العمل داخل الرجاء يتطلب مجهودا كبيرا وجبارا وحضورا قويا وتضحية كبيرة. لذلك السبب الكبير والوحيد في استقالتي هو أخذ قسطا من الراحة، لأنني في حاجة ماسة إليه. أعلم أنني توقفت عن العمل في نادي الرجاء البيضاوي، لكن حبي وغيرتي لن يتوقف أبدا عن هذا النادي. شكرا جزيلا للجمهور الرائع العالمي على مساندته في الأوقات الحرجة. شكرا لإدارة النادي على ثقتهم الكبيرة في شخصنا، خصوصا السي جواد زياد والسي أوزال اللي عندي علاقة كبيرة معهم. تنشكرهم شكرا جزيلا، وأشكر جميع المكتب المسير للنادي. شكر خاص وكبير للطاقم التقني: سي جمال سلامي، سي أحمد العينين، سي هشام بوشروان، وسي جواد صبري على العمل الجبار والرائع والكبير طيلة الموسم وللتضحية الكبيرة. شكرا لجميع اللاعبين على التضحية والشهامة والغيرة في حمل وتفاني قميص نادي كبير اسمه الرجاء البيضاوي. شكرا للجميع.